تحفه يعني. حطيها هوك. مصطفى الشافعي، ماركتنج اوبريشن سيكشن هيد في قنوات ديستريبيوشن في شركه قنوات. المفروض ان انا باوبريت تيم فيه ميديا باير وفي كونتنت وفي حاجات كتيره كنت عايز ادخل في الديتيلز بتاعتها. اي ام فين دي انا متابعها من زمان قوي، اصحاب كتير دخلوا وطلعوا منها، وكان دايما بداوا في مجالهم بطريقه احسن بكتير وطلعوا ريزلتس بطريقه كويسه. في الميديا باينج انا فرق معايا ان انا قدرت ان انا امونيتور الكامبينز اللي بتحصل، قدرت ان انا الوكيت البودجت على الكامبينز في كذا، ان انا اكوميونيكيت في تو كامبينز ان ذا سيم تايم ببودجتس مختلفه بتكنيكس مختلفه، ان انا ما اقدرش ان انا اتفادى الاوفرلاب اللي بتحصل على الكامبينز في نفس الكاتيجوريز مثلا. قدرت ان انا استفاد في الكونتنت، ان انا اغير من شكلي كل شويه، ايه التريكس اللي تخلي الكاستمرز تنجيج معايا اكتر في بلاتفورمز مختلفه. برضو ابتديت ان انا احسن من ظهوري على السوشيال ميديا بطريقه مختلفه، كان كل تراك مختلف عن التراك اللي قبله او اللي بعده، فكان الاستفاده جربنا كذا طريقه، جربنا كذا حاجه. كان في حاجات الورك شوب فيها هو المفيد اكتر، وفي حاجات فيها كانت الاكاديميك او البروسيس دي اللي كانت بتفرق معانا اكتر. اكيد طبعا، يعني انا ريكومند اي ام في دي عشان كذا حاجه. اول حاجه المكان هنا الستاف بتاعه كانوا هيلبفول جدا معانا. تاني حاجه الانستراكتور هنا كانوا هيلبفول جدا برضو، ان احنا نطلع منهم بكذا حاجه، على تواصل دايم معاهم. لو في حاجه هم بيقولوا لنا على المجال بتاعنا بشكل شخصي، بيقولوا لنا شويه نصايح. انا البطاقه بتاعتي بفكر اغيرها لهنا يعني.